السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الواقعة بتاعتنا النهاردة زوجة حولت الشقة بتاعتها لشقة دعارة، وجوزها ما يعرفش أي حاجة. جوزها راجل مهندس ومحترم، وهي كان المفروض كمان كانت واحدة زوجة ومحترمة وصاينة بيتها وولادها وعيالها ومخلفة 3 ولاد. جاله عقد بره ان هو يشتغل 5 سنين، خد بعضه وخد مراته وولاده معاه واشتغل هناك ال5 سنين، وبدأ ان هو الراجل يشتغل ويتعب ويحوش في فلوس علشان خاطر يأمن مستقبل ولاده. ولما نزل بدأ ان هو يجيب شقة اكبر من اللي هم كانوا عايشين فيها، جاب لهم شقة في منطقة راقية، وحاول ان هو يدور على شغل قريب من بيته لغاية ما ربنا وفقه واشتغل في شغلانة قريب من البيت، مش بعيد يعني. بس كان بيخرج من الساعة 7 الصبح ويرجع على الساعة 3 العصر، وكانوا ولاده كانوا بيخرجوا في نفس التوقيت يعني البيت كان بيفضى عليها من بعد الساعة 7 ونص 8 تبقى قاعدة لوحدها. اللي حصل هنا ان في واحدة جارتها اتعرفت عليها وبدأت ان هي تجيلها. جارتها ديت يعني كانت لسه ما اتجوزتش، وبدأت ان هي تقعد معاها وتجيلها ويقعدوا مع بعض، وانا في واحد متقدم لي وانا بحبه وهو بيحبني، وقصص بقى كده. تمام. لغاية ما في يوم من الايام لقت الباب بيخبط عليها، جارتها ومعاها مين؟ معاها خطيبها. بتقول لها مين ده؟ قالت لها خطيبي. قالت لها اهلا وسهلا اتفضلوا. ودخل الراجل وهي دخلت وقعدوا الاتنين، وهي دخلت علشان خاطر تجيب لهم يعني الواجب بتاعهم كده من المطبخ، تعمل لهم اي واجب. خرجت لقيتهم الاتنين قالعين خالص بدون اي ملابس، بيعملوا علاقة كاملة الاتنين. هنا هي استغربت، ايه ده؟ بس ما عملتش اي رد فعل. كل اللي عملته ان هي دخلت الاوضه اتكسفت وقالت لما يخلصوا بسال واقول شوف في ايه. وقعدت في الاوضه لغايه ما خلصوا وخرجت. لقت ان هي قالت لها طب احنا ماشيين دلوقتي، وراحت سايبه لها 1000 جنيه. قالت لها ايه ديت؟ قالت لها يعني ده خطيبي سايبها لك وكده. طب هنا كان المفروض هي بكل اي رد فعل كانت المفروض تزعق لهم مثلا، تطردهم، ولكن هي بقى فلوس زغللت عينيها. 1000 جنيه. تمام. شويه يومين تاني جابت لها نفس الراجل برضه اللي هو قالت لها ان هو خطيبي، ونفس الموضوع حصل بالظبط، وساب لها برضه 1000 جنيه وخد بعضه ومشي. هي قالت ايه الموضوع؟ هو في ايه بقى كده؟ هو ده كده يبقى خطيبها ولا ايه بالظبط؟ كام يوم لقيتها بتخبط عليها ومعاها واحد تاني. قالت لها ده خطيبي. قالت لها خطيبك الاولاني فين؟ قالت لها ده لا خلاص بقى احنا فسخنا، ده واحد تاني. هي كده فهمت بقى. دخل هما الاتنين برضو. اول ما دخل على طول قلع، يعني هو كده خلاص بقى، بقت العمليه بقت ايه، هي فهمت بقى الموضوع. وخلص وبتاع وراح سايب لها 2000 جنيه. هي بقى طبعا استحلت الموضوع، والموضوع كده يعني سهل بالنسبة لها، ويعني هما بيقعدوا عندها نص ساعة ولا ساعة وتاخد 1000 جنيه، وجوزها ما يعرفش حاجة وزي الفل تمام. طب بعد كده ايه اللي حصل؟ لقيت بقى ان ايه، واحد جالها يعني متوعد مع البنت ديت. البنت دي ما جاتش بقى، فقال لها دي مدياني ميعاد هنا. قالت له أيوة، اتفضل. دخل وهي اللي عملت معاه العلاقة. وبدل ما كانت بتاخد 1000 جنيه ولا 2000 جنيه، هوب هي خدت ال5000 جنيه كلهم. وهوب يلا كمان واحد كمان ودي وال10000 جنيه. الموضوع طبعا بقى بالنسبه لها بقى سهل قوي، ورجاله خارجه ورجاله داخله، لغايه ما الجيران لاحظوا. الناس هنا بدات ان هي تبلغ الاجهزه الامنيه. الاجهزه الامنيه بدات ان هي ايه، تراقب الشقه وتراقب اللي خارج واللي داخل، لغايه ما عرفوا صح ان هي الست ديت هنا بتمارس الدعاره في الشقه ديت. وهنا تم القبض عليها وهي متلبسه. وجوزها رجع ما لقاهاش، وولادها ما لقوهاش. استدعوه في الاسم طبعا، تعالى. راح. لا ده اكيد في حاجه غلط. ولا غلط ولا حاجه، دي مراتك بتمارس يعني الاعمال المنافيه للاداب والرذيله في شقتك في عدم وجودك. هنا طبعا هي اتسجنت وخدت 3 سنين سجن مرفوع عليها قضيه زنا طبعا. والتانية اللي هي كانت بتجيلها دي خدت سنه سجن. وهو خد ولاده وعزل من الشقه خالص عشان خاطر ما تعرفوش اي طريق خالص. هتجي خسرت بيتك وخسرت عيالك وجوزك، وكل ده علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر جارتك اللي انت ما تعرفهاش اللي دخلتيها بيتك، وانت رضيتي وارتضيتي بالوضع من الاول، وزغللتك الفلوس. وبعد كده كمان
بقيت انت عملية مش عملية فلوس بس، دي انت نفسك مشيتي في الحرام. لازم ناخد العبرة من حاجات زي دي، من القصص ديت، ان احنا نتعلم ان احنا ما نصاحبش اي حد ولا ندخل اي حد بيتنا. مش بسهولة كده، مش بسهولة كده ان احنا نثق في الناس بسهولة جدا وندخل جارتي بيتي وتقعد معايا وتعرف سري وتعرف بيتي وتعرف كل حاجة عني، وكمان ايه، تجيب رجالة عندي البيت في عدم وجود جوزي. ما ينفعش. لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.